بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا متحمسة قوي للحلقة بتاعت النهاردة بعد غياب طويل جدا. حاسة إنه الموضوع النهاردة ده موضوع مهم قوي، وانا اكتشفته لوحدي. يعني عديت بالطريق ده، الطريق اللي هو الخوف والقلق والتوتر من الحياة عامة ومن الدنيا ومن الغيبيات وكده، ووصلنا احنا التلاتة ل... ل... يعني لحاجة سندتنا وساعدتنا وكده. فحاسة انه مهم قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده، especially لو أو يعني خصوصا لو حد يعني لسه بيبدأ الطريق او لسه تايه في الاول وكده. فموضوع الخوف ده يعني بحس انه مهم قوي الواحد يفهم ان هو شعور ادمي طبيعي. يعني طبيعي ان حد يبقى خايف من حاجات كتير قوي بقى دنيوية. حاجات، الخوف من المجهول، القلق من ال الصعوبات الحياة والابتلاءات اللي احنا بنواجهها والحاجات دي كلها. بس بيبقى في اختلاف ما بين تقبل البني آدم للمواقف الصعبة دي والخوف بتاعه ده، لما يبقى قريب من ربنا ولما يبقى بعيد عن ربنا. وحاسه ان احنا التلاتة عدينا بالموضوع ده. يعني لو جينا قارنا مثلا ازاي الواحد بيواجه الابتلاءات اللي في الدنيا او المجهولات الكتير اللي في الدنيا. يعني الواحد دايما بيبقى قلقان من المستقبل، انا مش عارفه انا هعمل ايه. آم، حاجات كتير قوي بقى عدينا بيها قبل ما نقرب لربنا، وازاي الدين بيغير فينا الحته دي وبيغير فينا حته ان احنا نستقبل الخوف ده بطريقه معينه. وفي سبحان الله من القرآن مواضع كتير قوي برضه هنتكلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الخوف وبيطمن. مثلا قصة سيدنا موسى هنتكلم عنها النهاردة. في سورة طه ربنا بيطمن سيدنا موسى، بيقول له لا تخف، مش مرة أو اتنين أو تلاتة، كمان كذا مرة. بنتكلم صراحة عن الخوف كشعور موجود وإنساني، بس بيبقى فيه طرق مختلفة بقى إن الواحد يتعامل مع الخوف ده، وإزاي علاقتنا بربنا ممكن تخلينا يعني نستخدمه في صالحنا مش العكس. وازاي ممكن نهدى بقى ونستوعب ومش نبطل نخاف، بس زي نتحكم في الخوف بتاعنا والقلق بتاعنا. النهارده هنتكلم عن قصتنا المفضله، قصه سيدنا موسى يعني. وازاي في اخر القصه ربنا سبحانه وتعالى بي زرع في سيدنا موسى عدم الخوف ده، ورباه بطريقه معينه. يعني على مدار سوره طه ان هو كل موقف يعدي بيه ربنا يطمنه. في الاخر سيدنا موسى فعلا وصل للكونكلوجن او وصل اللي هو الحته اللي احنا عايزين نوصل لها، اللي هو ربنا معايا خلاص، انا مش محتاجه اخاف من حاجه. فعايزين نتكلم اكتر عن ازاي نوصل لده بقى، ازاي نتعظ من قصه زي دي. هو اول حاجه من رايي احنا لازم ندرك ان الانسان اصلا ربنا بيقول لنا لقد خلقنا الانسان في كبد. اكتر حاجه بتخوف الانسان ان هو مش عارف هو هيبقى فين بكره، وان هو مش عارف حتى لو هو عايز يروح حته وهيروحها ازاي. فبيبقى الانسان حاطط لنفسه صوره معينه كده ان هو لازم يمشي فيها ويعيش بطريقه معينه وكده، وساعات كتير قوي لو ما مشيتش بالطريقه دي بيخاف وبيقلق وكده. فانا بحس يعني انا كنت كده زمان. انا كنت مثلا انا بفتكر ايام الجامعه كنت بشيل هم بالزياده. هل كل حاجه انا بعملها دي صح؟ انا دايما خايفه ان انا باخد خطوه غلط، او خايفه ان انا مش بعمل كفايه، او خايفه ان انا الناس اللي حواليا كلها مثلا سابقاني فانا متاخره، فانا هعيش حياتي كلها بائسه علشان مش عارفه ايه. لو الانسان فضل يفكر كده هو فعلا يعني سهل جدا يلاقي حاجات اكتر تخوفه ويقعد بقى في الدوامه دي طول عمره وعمره ما هيطلع منها. فاللي احنا المفروض نحاول نوصله ان احنا نبقى مدركين ان عادي طبيعي هيحصل حاجات ممكن تبقى صعبة على الانسان، طبيعي هيمر بابتلاءات صعبة. اللي بيخلي زي ما انت لسه قايله بالظبط، اللي بيخلي الانسان عارف يعدي الابتلاءات دي ان هو اولا عارف ان ده ابتلاء وان دي دنيا والحياة الدنيا هتعدي في الاخر، وانه اكشن لما بيحصل له حاجة وحشة او بيعدي بابتلاء هو بيؤجر على صبره في الابتلاء ده. وتاني حاجة انه يبقى عارف ان ربنا هو مدبر كل حاجة. يعني ربنا هو اللي بيدبر لنا كل حاجة، وهو يعني رب العالمين، هو اللي بيربي العالمين. فكل حاجة ماشية بخطة احنا ممكن نبقى مش عارفينها، في الاخر هنلاقي كل حاجة بتقع بأحسن طريقة. يعني عارفين اللي هو البازل بيسز بتنزل في مكانها الصح وكده. انا بحس انه
الحاجة اللي ساعدتني انا شخصيا اني ابطل ابقى بخاف بالشكل ده اللي مش منطقي من الدنيا ومن المجهول ومن ان انا مش كفاية وكده، كانت ان انا ابقى عارفة اني محتاجة اتوكل على ربنا واحط مجهودي كله في حاجة واسعى، واللي يطلع ابقى متأكدة ان ده الخير. حتى ده بقى اللي بيحصل بالظبط في سورة الكهف، يعني في القصة بتاعت سيدنا موسى عليه السلام والخضر، احنا بنشوف انه الخير كان هو اللي بيحصل دايما، حتى لو الاطراف اللي في القصة مش عارفين ده. يعني حتى سيدنا موسى كان مش عارف ده ساعتها. ف انا يعني بصراحة مثلا من عارفين الآيات اللي في سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا، هي دي طبيعة الإنسان، هو اتخلق هلوع. هو الهلع ان هو شديد القلق، شديد القلق، شديد الخوف من الحاجات اللي في الدنيا. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الطبيعي الانسان خلق كده، زي لو لقد خلقنا الانسان من عجل، فلو الانسان اصلا حاجات دي فيه صفات عاديه، فهو الطبيعي الانسان مخلوق هيخاف. والخوف ده على فكره هو حاجه في فطره الانسان علشان الانسان يفضل عايش، ان هو لو مش بيخاف هيحط نفسه في مواقف مش طبيعيه فهيبوظ حياته. فهي اكشلي دي برضو من محتاجه اقول اكشلي اقل، فهي دي من الحاجات يعني دي من الحاجات اللي بتخلي في الاخر الانسان يفضل على قيد الحياه. بس هو لو ما تحكمش فيها بقى هي بجد ممكن تاذيه نفسيا، ممكن يتعب جدا. لما بسمع الايات بتاعت ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، يعني حتى لما بيجيله خير بيبقى خايف الخير يخلص فبيمتنع من انه ينفق منه. هو دايما الانسان كده. يعني ربنا يقول لنا الا المصلين، ويبدا يقول لنا صفات المصلين دول ايه في سوره المعارج. انا لما بسمع الايات دي بتاثر قوي عشان بفتكر نفسي وبفتكر الفترات اللي انا كنت مش منتظمه فيها في الصلاه، وبفهم انا ليه كنت شايله الهم كده. لان انا كنت شايله هم الدنيا وكنت في الدنيا كني لوحدي، كانش معايا ربنا. يعني هو طبعا ربنا دايما معايا بس انا كنت بقى حاسه اني لوحدي عشان انا اصلا ما فيش صله قويه بيني وبين خالق الكون، فانا حاسه ان انا لوحدي تماما. فبس بفتكر الايام دي بجد بيصعب عليا نفسي قوي، ان انا كنت بقعد يعني شايله هم الدراسه بشكل مش عادي، ببهدل نفسي علشانها، مش مستوعبه ان انا محتاجه بس اعمل اللي عليا واتوكل على ربنا، مش مستوعبه اصلا ده خالص يعني. فكرتيني بآية حلوة قوي. في سورة التوبة ربنا بيقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا بحب أربط قوي بصراحة فكرة الخوف بفكرة إن أنا مش عارفة أتوكل. يعني هنشوف دلوقتي مع قصة سيدنا موسى في سورة طه. هو ربنا كان بيربيه إزاي يتوكل. أنا كنت عايزة أتكلم عن يعني ايه التوكل اصلا. يعني احنا على طول بنقول توكل على الله توكل على الله، بس احنا اصلا مش عارفين يعني ايه اصلا كلمة توكل. توكل على الله ان انا ابقى مستسلمة لربنا، وان انا ابقى مسلمة تماما لفكرة ان ربنا هو في العقيدة في حاجة اسمها توحيد الربوبية. فكرة ان انا يبقى معقود في قلبي فكرة ان ربنا هو المربي، هو اللي بيربي الكون كله وبيربيني أنا عشان أعرف أعبده كويس. في سورة الرحمن ربنا بيقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني ربنا كل يوم بيدبر للخلق جميعا أمورهم. فعشان كده يعني بجد في اللي هو فكرة إن العصفورة بتصحى الصبح بطنها فاضي، هي عارفة إنها ترجع آخر اليوم بطنها مليان. فكل ده حديث. فكل الحيوانات معتمدة جدا على ربنا في الحتة دي، عشان هم عندهم حتة التسليم، ان انا ابقى مسلمة لنفسي ربنا حتى لو انا مش عارفة ايه اللي هيحصل بكرة. فالآية بتاعت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يعني هو ربنا هو اللي بيتولانا، هو اللي ماسك الحاجة دي. انا مش حاجة في ايدي، دي مش عارفة نتحكم بيها. وفي آية تانية مرتبطة جدا بحوار التوكل والتسليم. ربنا بيقول في سورة يونس وقال موسى، برضو سيدنا موسى سبحان الله، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يعني ربط الاتنين ببعض، ان انت مش تعرف تتوكل غير لو انت مسلم. فانا بحس فكرة ان انا على طول خايفة من بكرة ومش عارفة طب انا هشتغل ازاي. طب احنا دلوقتي مثلا احنا التلاتة اتخرجنا، ففي الاول مثلا انا واحدة مثلا كان بيقابلني بجد فكرة رعب ان انا هجيب شغل ازاي او انا هلاقي شغل ازاي، بالذات في مجالي مش هفضحه في مجالي انا هجيب شغل ازاي. طب خلاص اشتغلنا، طب انا هتجوز ازاي، طب انا يعني هسعى ازاي، طب انا دلوقتي مثلا معايا فلوس، طب الفلوس دي لو خلصت هجيب منين، طب انا مش معايا فلوس طب هجيب فلوس منين. وهنفضل كده في الدايره دي. وزي ما يارا قالت دي من فطره الاسلام، من فطره البني ادم.
ان البني ادم لازم يبقى عنده الخوف ده عشان يسعى، عشان يبقى عنده الشغف ان هو يكمل في الحياة. لو ما كانش حد عنده فطرة حب شهوة حب المال، خلاص ما كانش حد يشتغل، ما كانش حد يقدر يكمل في الدنيا او يجيب الحاجات بقى البيزك، الحاجات اللي هي الأساسية ان هو يخليه بني آدم، كأكل كشرب كلبس كمعيشة في الحياة عامة. ما كانش حد هيعرف يكمل غير لو هو بيشتغل. عشان كده كل الناس او معظم يعني اكبر فتنة دلوقتي هي فتنة المال، ان الآية انعكست تماما. بدل ما احنا بقينا بنشتغل علشان ربنا أمرنا بكده، بقينا نشتغل علشان يبقى عندنا كنوز الدنيا كلها واحنا عارفينها في الآخر أصلا فانية. في كذا موضع في سورة طه ربنا هيعلم سيدنا موسى وبيعلمنا معاه، لأن طبعا القرآن نازل يكلمنا احنا، فاحنا عايزين نسقط ده على أرض الواقع. هنشوف النموذج ده مع سيدنا موسى، وهنشوفه برضو مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان في الغار ازاي هو وسيدنا أبو بكر النموذج الإنساني جدا جدا، ان هو خايف جدا. لما كانوا طالعين للهجرة لما كانوا طالعين للهجرة وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستخبين في الغار، وقريش بقى كانوا فين حرفيا، وسيدنا أبو بكر بيقول لسيدنا محمد هما بس لو بصوا يعني مكان رجلهم هيلاقونا. وكان سيدنا محمد بيطمنه بيقول له لا تحزن إن الله معنا، ما تخافش احنا ربنا معانا. فأنا متأكدة ان الحاجة دي علمت قوي قوي سيدنا أبو بكر انا مش هخاف فعلا، انا ربنا معايا، وانا ليه خايف من حاجة مش بإيدي؟ انا خدت بالأسباب وعملت بالأسباب، فخلاص الدور والباقي كله على ربنا. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كل ده هنشوفه بقى أكتر مع سيدنا موسى، وإزاي سيدنا موسى كان عليه السعي وربنا كان عليه إن هو يدبر له بقى الأمور كلها. انا عايزه اسال سؤال بس قبل ما ندخل في قصه سيدنا موسى. دلوقتي منى كانت بتتكلم على التوكل والاخذ بالاسباب وكده، ساعات بيبقى فيه لخبطه كده، الواحد مش بيبقى عارف، او انا مثلا كنت بكلم كذا حد في الموضوع ده، فكان دايما فكره ان انا علشان يعني خايفه من مثلا، ممكن نقول حد خايف مثلا من رزقه ان هو فلوسه تخلص مثلا، فبالنسبه له الاخذ بالاسباب هو ان انا اقعد اعد واحسب ومش واللي هو يعني خلاص دي حاجات بالورقه والقلم كده بتحصل. ده كان مثلا حاجه هو بيعتمد عليها تماما، ولو انا لو ما عملتش كده انا في مشكله ماديه هتحصل لي مثلا. فايه اللي ممكن يخلي الاخذ بالاسباب جاي على التوكل، او ازاي ممكن يعني زي بالانس كده او نوزن التوكل والاخذ بالاسباب؟ عشان ساعات كتير قوي انا بقعد افكر في الموضوع ده، امتى اقول لا انا هسيب ده لربنا وهتوكل عليه تماما، وامتى اقول لا انا محتاجه اعمل حسابي واخد بالي وابقى يعني فاهمين قصدي؟ فاهمين التريك دي؟ هو انا بالنسبه لي بحس ان الانسان لازم يعمل الاتنين مع بعض في كل موقف. يعني هو بياخد بالاسباب على قد ما يقدر، وبعدين يتوكل على ربنا، على رب الاسباب. فيعني الموضوع ساعات بيبقى صعب. انا عارفه ان هو واحنا في مواقف كتير قوي واحنا جوه الموقف بتبقى الكلام سهل، يعني احنا ممكن نقول كده توكل ومش عارفه، بس بيبقى موضوع صعب. بس فعلا لما الشخص يعدي بحاجه صعبه ويبقى مش قادر يشوف الحكمه وراها، او يبقى مش عارف يتوكل ومش عارف يصبر، انا دايما الحاجه اللي بقولها والحاجه اللي بحاول افكر نفسي بيها حتى وانا في الموقف عشان اعملها هي اني احاول اصلي. يعني دايما بقعد افكر نفسي ان صلي واذكري ربنا، عشان الصلاه ذكر في الاخر. انا لما بصلي انا بفتكر ربنا، فانا هصلي سنه، هصلي قيام مثلا، واقعد اتكلم مع ربنا، اناجي ربنا، اقول له كل حاجه. فده بيزود جدا التوكل. وبعد كده ببدا اشوف علامات ان انا يعني الشخص بيبقى شايف اكتر ان هو فعلا ماشي في الطريق الصح، فبيهدى. مجرد الصلة دي يعني طبيعي الإنسان يبقى مش عارف، فإحنا لما بنتوكل على ربنا يعلم كل شيء، يعني مفيش حاجة في الدنيا ربنا لا يعلمها. فلما بقى مدركة ده كويس، ومدركة إن أنا طول الوقت معايا ربنا، وإن ربنا بيدبر لي كل حاجة وكاتب لي كل حاجة، وإن ربنا دايما بيكتب لنا الخير، فإنه حتى الابتلاءات اللي بتواجهنا بتبقى خير لينا برضو. فكل ده في الآخر لما أنا بقى مدركة هعرف اني اقول خلاص انا هعمل اللي عليا وانا هسيب الباقي لربنا يعني ان شاء الله. فالبالانس صعب، لان هي تبقى حسب الموقف، وهتبقى حسب الانسان، وحسب هو يقدر يعمل ايه. بس دايما عارفين ايه هي؟ واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين.
الشخص اللي هيبقى في الوقت الصعب اللي محتاج توكل ده بيصبر وبيحاول يتوكل وبيحاول يساعد نفسه ده وبيستعين بالصبر والصلاة في أي موقف صعب، هو إن شاء الله ربنا هيسهله الموضوع وهيعرف يتوكل فعلا. ماشي. انا حاسه ان اصعب نقطه في موضوع التوكل ده هو الفتره او الوقت اللي هو انا مش ببقى عارفه القرار اللي انا هاخده ده او الفعل اللي انا هعمله ده بعده ايه. فهو فكره المجهول ده هو اللي بيعلق الواحد يعني في حته التوكل ده. فانا بيبقى طبيعي ان الانسان من جواه يبقى خايف من حاجه هو مش عارفها او حاجه هو مش عارف ايه رد الفعل بتاعها وكده. يعني انا مثلا انا عندي مشكله كبيره قوي، انتوا عارفين يعني، في موضوع الشغل ده. انا ممكن ابقى مثلا واخده قرار ان انا اسيب شغل وانا بقى ما اعرفش ده صح ده غلط، انا ما اعرفش. انا بس بيبقى في حته اللي هو لا، انا واثقه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كاتب لي ان انا اكون في المكان ده لسبب معين، او كاتب لي ان انا اروح الحته دي لسبب معين. فانا باخد القرار وبتوكل على ربنا. بس هي الفتره بتاعت وانا باخد القرار او وانا بفكر عشان اخد القرار دي بتبقى هي الخلل فيها، يعني اللي هو انا ازاي اتوكل في ربنا في الفتره دي. وبحس ان ده بقى اللي هيرجعنا لقصه سيدنا موسى. يعني انا دايما بقعد اتخيل لما سيدنا موسى لما كان سيدنا موسى اول مره يكلم ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين كان ربنا سبحانه وتعالى بيوريه الايات. فسيدنا موسى رمى العصايه اتحولت لتعبان، فربنا قال له ايه؟ ربنا قال له امسكها، يعني خد العصايه. بس هي العصايه دي عباره عن تعبان مرعب. فهو الكام ثانيه اللي هي بتاعه التفكير دي، اللي هو ان هو محتاج يمسك العصايه دي، بحس انها الكور او الحدث نفسه بتاع التوكل ده. يعني هي دي الحته اللي احنا فعلا بنسلم فيها لربنا، عشان انا ظاهريا الامر ده شر، بس لما ربنا يأمرني بده انا ببقى عندي يقين ان هو خير. انا حاسه ان احنا ممكن برضو يعني نبدا نقرا الايات عشان يعني نفهم الموضوع ماشي ازاي. يعني ممكن يارا تبدا تقرا لنا كده. في سورة طه في الأول ربنا عز وجل بيقول: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يعني سيدنا موسى شاف نار، وكانوا ساعتها عشان نبقى فاهمين كانوا قاعدين، يعني هو أهله في مدين وراجعين تاني مصر، ففي الطريق تاهوا. فهم عشان لما لقوا النار دي راحوا يشوفوا هي في بس هم مش عارفين ايه اللي هيحصل. سيدنا موسى، أنا بحب بس قبل ما نقول الحاجات دي نبقى مدركين إن هو إنسان، هو بشر. عشان احنا ساعات كتير قوي بنبص للانبياء ان هم يعني كانوا سوبر ناتشرال، كانوا مش انسان، كان انسان خارق او في حاجه، هو كان بشر. هو الفكره كلها ان هو في وحي بينزل عليه، فلازم نفهمين ان هو عنده مشاعر وبيخاف وكده. دي من اكتر الحاجات اصلا الجميله في سيدنا موسى عليه السلام. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. في الحته المقدسه دي ربنا عز وجل كلم سيدنا موسى، اللي هو كليم الله، النبي الوحيد اللي ربنا عز وجل كلمه من غير واسطه. طبعا وفي اقوال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج كمان. بعدين ربنا بيقول لنا: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعدين ربنا عز وجل هيبدأ يوري سيدنا موسى الآيات، المعجزات اللي هو هيديها له. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. حاجة هو بيستعملها استعمال معين ومتعود عليها بطريقة معينة، وهي بالنسبة له مجرد كده وبتاعته. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي آية تانية في سورة النمل: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فربنا بيقوله دي في سورة برضو النمل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فتاني نرجع لسورة طه. فربنا عز وجل بيقول لنا: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فزي ما سارة كانت بتقول، هو كان بالنسبة له هو شايف أفعى أو ثعبان كبير بياكل حاجات كتير قوي حواليه، شكله مرعب، دي كانت عصايته، حاجة هو مش فاهمها. بس ربنا بيقول له: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الجميل في الآيات دي إن ربنا بيطمنه، يعني هو مش بيقول له خذها بس، لا تخف. ويقول له اصلا لا تخف ليه؟ عشان هترجع زي ما كانت، انت مش هتمسكها وهي تعبانه هتعضك، لا هي هترجع عصايه عادي. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
وبعد كده الاجزاء اللي بعدها ربنا بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى. سيدنا موسى كان خايف قوي من الفكره دي، فالبارت الجاي هو عنده خوف، او الجزء الجاي هو عنده خوف تاني بقى، انه حاسس هو مش قد حاجه زي دي. يعني هو رايح لاكبر طاغيه، هو مدرك اصلا مين فرعون عشان هو كان اتربى في بيته. احنا كلنا عارفين القصه ان سيدنا موسى اصلا يعني مامته رمته في اليم. وبرده سبحان الله يعني قصه مامه سيدنا موسى ربنا برضو كان بيطمنها. ربنا بيقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يعني برضو هنا الموضع ده ربنا اصلا بيطمئن الام ان هي ترمي ابنها في الميه، ارميه واحنا هنرجعه لك، ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. فساعتها بقى فرعون اخده ورباه عنده في البيت. ربنا القى في قلب السيده آسيا اللي هي مرات فرعون انها تحب سيدنا موسى. وربنا اصلا هيجي في سوره طه ربنا بيقول والقيت عليك محبه مني. سبحان الله، سيدنا موسى من احب الانبياء اصلا على طول بعد سيدنا محمد. الايه دي معجزه احنا بنحسها، يعني دي حاجه احنا بنحسها من قلبنا ان الايه دي عايشه بنحسها يعني. بعد ما سيدنا موسى كبر كان حصل ان هو اتخانق مع حد من المصريين يعني، وساعتها اضطر وهو قتله بالغلط. فسيدنا موسى اضطر انه يسيب مصر ويروح مدين. بعدها بقى فعلا حصل القصة بتاعت ان هو عند النار وربنا كلمه قال له اذهب الى فرعون انه طغى. ممكن اقول حاجة صغيرة في النص عشان انتي برضو يعني قلتي القصة بتاعت مامة سيدنا موسى عليه السلام، هي برضو مثال للتوكل. يعني هي اصلا كانت مش قادرة، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني هي اصلا مثال للتوكل مهمة قوي. هي ما كانتش عارفة ايه اللي هيحصل، بس هي يعني ربنا اوحى لها بغض النظر عن الطريقة ان هي تعمل ده. فهي لما عملت ده وكانت فعلا مش قادرة وربنا ربط على قلبها وعرفت تصبر وتتوكل على ربنا، دي حاجة كبيرة جدا. هي ما كانتش تتخيل ان ده اللي ربنا مهيئه لابنها. يعني ما كانتش تتخيل انه هيتربى في قصر الملك او حاكم مصر اعظم دولة ساعتها، وما كانتش تتخيل ان هو اللي يبقى بيصرف عليه وبيربيه زي ابنه، وان ربنا يحرم عليه المراضع، يعني يخلي ان مفيش حد هيرضعه، فيخلي ام سيدنا موسى هي اللي يجيبوها عشان ترضعه. فالموضوع في الاخر بقى احسن من ما انا لو ممكن افصل الموضوع هيبقى. يعني سبحان الله ربنا عز وجل عنده الحكمة اللي اي حاجة بتحصل في الاخر حتى لو احنا شايفينها غلط عشان احنا منظورنا قليل او صغير او محدود، هو في الاخر ربنا عز وجل كتب له احسن حاجة. لانه بقت الضربة اصلا لفرعون بعد كده اكبر بكتير، انها جاية من قصره وهو عمال يقتل في كل الولاد علشان ما حدش ياخد حكمه، وفي الاخر يبقى الولد اللي هياخد حكمه ده هو اللي بيربيه وبيصرف عليه وبيحبه زي ابنه. يعني حاجة مش عادية. فاصلا مثال التوكل بتاع الام ده كمان بتاع ام سيدنا موسى حلو جدا، ان هو اصلا ربنا كمان مش عايزها تحزن ولا تخاف، فربنا بيطمنها. فلما حد بيبقى علاقته بربنا قوية هو اصلا هيبقى طول الوقت حاسس انه طول ما هو بيعمل الصح شرعا ان هو ربنا معاه فعلا. لو يعني الانسان مش بيلقي نفسه الى التهلكة، لا هو بيعمل الصح وبعد كده بيتوكل على ربنا. فكملي بقى القصة نفسها. بعد ما سيدنا موسى رجع وفعلا لما ربنا اداله الامر انه يروح لفرعون انه طغى، يعني هو عدى الحدود بكتير. فهو سيدنا موسى استعان بالدعاء، قال ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. انا بس عايزه اقول على حاجه، انا لازم ارمي حوار الصحبه بجد يا جماعه، مهمه جدا 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 ان احنا نساعد بعض، ان احنا نتوكل على الله. ان انا لو معيش صحبه انا مش هعرف يعني يبقى معايا حد يعني على الامور اللي انا بستصعبها في الدين. يعني انا لو مش معايا، لو انا مثلا عايزه اظبط حجابي انا مش هعرف اظبطه لو انا شلتي اصلا حجابها مش مظبوط. لو انا عايزه مثلا ابطل اسمع اغاني انا مش هعرف ابطل اسمع اغاني لو انا اصلا الشله اللي انا بقعد معاها بنروح كل يوم حفله والتانية وبنسمع اغاني كتير. فالصحبه مهمه جدا. فهو سيدنا موسى كان عايز حد معاه يعينه يقويه على الموقف زي ده، لان ده موقف كبير جدا، ده من اصعب يعني الفتن. فكره ان انا هروح لاكبر طاغيه دي، يعني دي حاجه كبيره جدا ان هو هيكلم. وكمان مش بس
ان هو يعني سيدنا موسى مش بيبص لفرعون ان هو طاغية، هو بيبص ان ده شخص ان هو رباه في بيته واكله وشربه وكبره في بيته وفي قصره. فالحاجة دي يعني فكرة فتنة الاهل وفتنة المجتمع، هو محطوط في الفتنة دي ان هو لازم هيقاوم حد كان بيربيه. عشان برضو الدعاء اللي هو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري في سورة القصص، ربنا لما قال له يعني يروح لفرعون وكده، فبصوا سيدنا موسى قال ايه؟ قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. المخاوف بتاعته او الفيرز بتاعته بجد منطقية وانسانية جدا. يعني هو اصلا حاسس انه اكنه عليه طار وكمان هو حاسس انه هو مش بيعرف يتكلم كويس. عارفين، هو حاسس بان قدراته مش كفايه للمهمه دي، وحاسس ان هو under qualified، هو حاسس ان هو مش مؤهل. وده دايما ده الخوف اللي بيبقى عندنا دايما. عارفين الفكره بتاعت الامبوستر سيندروم؟ هو حاسس كده، هو حاسس ان هو مش مؤهل ان هو يعمل ده. ودعا ساعتها بقى في سورة برضو طه رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري، عشان هو بيقول في سورة الشعراء برضو نفس الحاجة. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يعني هو خايف يبانك، هو دي أصلا صفات البانيك أتاك، إن هو حد من كتر التوتر والخوف حاسس إن صدره ضاق عليه ومش عارف يتكلم ولا ينطلق لساني. فهو المخاوف دي بالظبط اللي احنا بتحصل لنا، نحس ان احنا مش كواليفايد، مش مؤهلين، بنحس ان احنا هنتوتر، مش هنعرف نتكلم، فالشخص اللي قدامنا هيخلي شكلنا وحش او هيحط علينا، او مش هنعرف نثبت ان احنا قدها، او مش هنعرف مش عارف ايه. المخاوف دي طبيعيه. ربنا عز وجل مش بس خفف عنه، كمان قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى. السؤل ده تصغير لسؤال، يعني ده طلب بسيط جدا، انتوا عارفين ده؟ فهي حاجه مؤثره جدا. ربنا عز وجل مش بس كل شيء يقوله لا تخف لا تخف لا تخف انني معكما اسمع وارى، ما تخافش من ده، لا كمان ربنا اداله الحاجه اللي هو عايزها. لما هو دعا زي ما مرنا بتقول يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، سهل لي الموضوع. الدعاء ده جميل جدا. اي حد خايف اي وقت او متوتر من حاجه او هيعمل اي حاجه، مش بس مثلا لو هو داخل امتحان او بيسمع حاجه او مش عارف، لا في اي حاجه، رب اشرح لي صدري، فتح لي صدري، ما تخلينيش صدري يضيق عليا، ويسر لي امري، خفف عليا الموضوع، ما يبقاش تقيل عليا، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فك العقده، حلها، يعني فك العقده اللي في لساني دي يفقهوا قولي، يفهموا انا عايزه اقول ايه، اعرف اثبت نفسي، اعرف ابين يعني عشان الانسان لما بيتوتر فعلا ممكن ما يعرفش، يعني فعلا ممكن يغلط في الكلام. فالدعاء ده سبحان الله لما الشخص بيقوله الكلام بيطلع مظبوط، وممكن الكلام يطلع ونحسه ايه ده بس مش مظبوط، بس لا هو ربنا يريد انه يطلع بالطريقه دي لسبب معين حتى لو احنا مش فاهمين. انا بس استوقفني حاجه ان احنا ما طلعناش موضوع او اتنين للمشهد ده او للسؤل ده، احنا طلعنا مواضيع كتير قوي في الصور. يعني سبحان الله ربنا بيتكلم عن الموضوع ده specifically او بالذات كتير. يعني انا حاسه ان انا عمري ما استوعبت قد ايه. انا عارفه ان قصه سيدنا موسى هي اكتر قصه يعني ذكرت في القران، بس انا ما كنتش مستوعبه كم مره ربنا سبحانه وتعالى اكد او يعني بيحاول يوصل لنا فكره ان هو كان خايف وان ربنا سبحانه وتعالى بيطمنه. ف حسيت ان انا اتأثرت قوي دلوقتي علشان هو فعلا زي ما انتي بتقولي، يعني هو شعور طبيعي جدا الواحد يبقى حاسس بيه على طول. بس انا برضو فكرة ان سيدنا موسى بيتحرك وبيحاول وبيسأله يعني يا رب لا خلي حد معايا، يعني هو مش ما استسلمش، اللي هو لا الموضوع كبير عليا وخلاص. انا بحس ساعات بنعمل كده، اللي هو وبالذات في الدين. يعني اعرف ناس كتير قوي مش يعني هي عارفه يعني هي عايزه تتدين وعايزه مثلا تقرب من ربنا وعايزه تعمل عبادات معينه، بس هي حاسه ان الموضوع كبير عليها، او حاسه ان هي لسه ما وصلتش، او حاسه ان هي لا فعلا زي ما انت بتقولي under qualified بس هو هو بدأ ويعني وحتى لما هو حس ان هو ممكن حد يساعده في ده سأل واستعان بحد، فهو مع التوكل هو خد بالاسباب برضو، وده البالانس انا كنت بسألك عليه يعني. ف مش عارفه، حاسه ان الموضوع ده لسه مستوعبه حالا معاكم وبعدها ربنا بيقول لسيدنا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وبعدها ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه اللي حصل اصلا مع مامته. يعني سيدنا موسى اصلا ما كانش يعرف لان ده كان من علم الغيب. بس في حتة جميلة قوي ربنا بيقول فيها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فكرة ان لما الشخص بيتوكل على الله
مهما هو شاف قد ايه الموقف صعب جدا، انا كل حاجه مقفله في الاخر، الاند ريزلت او الناتج عندي ان انا مش هحزن، انا مش هزعل. ربنا هيوريني ان انا مش هزعل وهرضى جدا، هيبقى عندي قناعه وهيبقى عندي رضا. اللينك ما بين الخوف والحزن، ان ربنا عز وجل بيقول لنا في آيات كتير قوي في القرآن: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الآيات الحلوة قوي: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني توحيد، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف الزيادة ده بيجيب حزن. لما الشخص يبقى طول الوقت عايش في خوف وتوتر وقلق ومش عارف المستقبل ومش عارف يتوكل، هو بيحزن، هو ممكن يخش في اكتئاب عادي، علشان هو الحياة كده لا تطاق. اما لما حد يبقى وحد ربنا الله ثم استقاموا بقى، شافوا ربنا امر بايه وعملوه، ربنا نهى عن ايه وبعدوا عنه، خلاص فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو فعلا انا لسه مستوعبه من قريب ان الايات اللي هي بتتكلم عن قصه مامة سيدنا موسى، ولما ربنا سبحانه وتعالى بيشرح ايه اللي حصل في القصر وازاي هو وصل للقصر وكده، احنا دلوقتي بنتكلم عن بني ادم عادي، بشر كبير وما يعرفش وهو رضيع ايه اللي حصل. ففكره ان هو اصلا ما يعرفش قصه، يعني انتوا تخيلوا كده، حطوا نفسكم مكانه، انتوا واقفين بتسمعوا قصه حياتكم اللي هي اصلا ولا انتوا ولا حد يعني من اهلكم حتى مستوعب الموضوع ده حصل ازاي وليه. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيقول لنا ان هو اوحى لمامة سيدنا موسى ان اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. يعني هو بيشرح لسيدنا موسى انه لما مامته سبحان الله رميته في اليم. جماعه انتوا مستوعبين يعني ايه ترمي ابنها في النيل؟ يعني انا حاسه انه ان احنا بس الموضوع ده مش يعني بيعدي علينا بسهل كده، بس انا بحط نفسي مكان مامته. يعني سبحان الله هي مش خطوه صعبه، هي خطوه مستحيله ان حد يعني يبقى عنده اليقين ده. او حتى هي والله وقتها انا لما بقرا الايات، لما انتوا قاعدين بتقولوا ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيطمنها وبيقولها لا تحزني ولا تخافي، وبعدين ربنا بيرجع سيدة موسى لمامته سبحان الله بتدبير احنا ما نقدرش، حتى لو حد قاعد يألف قصة مش هيعرف يوصل للتدبير ده يعني. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني انا اصلا فكرة لتصنع على عيني دي بتأثر فيا جدا، علشان يعني سبحان الله ربنا حطه في مكان وخد باله منه في المكان ده واتربى على، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ربى سيدنا موسى، وهو اللي كان بيعينه، وهو اللي كان عارفين اللي هو بيوجهه كده. فسبحان الله بحس انه فكرة ان ربنا يقول لسيدنا موسى اصلا انه انا كنت واخد بالي منك كل الفترة دي، هي حاجة جميلة قوي، عشان هو ما يعرفش، يعني هو فعلا بشر وخايف وما يعرفش وقلقان، فربنا سبحانه وتعالى بيحكي له قصته. وبعدين ربنا بيكمل بيقول بقى ازاي اخته راحت القصر، وبعدين بيقول لسيدنا موسى: فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. فحتى لما كان بيقول ان هو رجعه لمامته ليه؟ علشان هي كانت خايفه وعشان هي ما تحزنش. فدايما ربنا سبحانه وتعالى في الايات دي بيتكلم عن مشاعر سيدنا موسى ومامته، ودي حاجه جميله قوي، علشان احنا سبحان الله احنا بنتعامل مع ربنا كانه يعني، وانا بحس انا كنت بفكر فيه كده، اللي هو يعني انه انا ماليش حق ان انا احس باحساس معين مثلا في موقف زي ده، عشان ده ربنا امرني ان انا اعمل كده. فانا ليه خايف؟ انا مش المفروض ابقى خايفه مثلا من خطوه صح يعني، او من مثلا خطوه انا بحاول اقرب بيها لربنا، بس لا، هو الطبيعي ان احنا نبقى خايفين، والطبيعي ان احنا يعني نبقى قلقانين، عشان احنا في الاول وفي الاخر بشر. وبحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيراعي ده. وفعلا يعني لو جينا نتكلم في مثلا عبادات معينة او حاجات، مثلا احنا عندنا عبادات الترك. فكرة ان الاسلام الدين الوحيد اللي البني ادم بيؤجر ان هو يترك حاجة، هو مفيش دين كده، علشان ربنا عارف قد ايه ترك الحاجة دي صعبة، مع ان انا ما عملتهاش، بس هي حاجة internal، حاجة من جوه البني ادم. يعني كنت لسه بسمع أمجد سمير كان في المحاضرة بتاعت غض البصر، كان قال مثال حلو قوي، قال انه ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع وغض البصر 99 مرة وبياخد اجر 99 مرة، وهو ماشي مع صحابه، وبعدين المرة 100 ضعف وبص، فصحابه بقى قعدوا يقولوا ايه ده الولد ده مش بيغض البصر ومش عارفه ايه. هم صحابه ما يعرفوش ال99 مره دي حصلت ازاي، او ما يعرفوش انها حصلت اصلا، ما يعرفوش هو جاهد نفسه قد ايه علشان يوصل للمره ال100 دي.
بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم، يعني يعلم قد ايه هو جاهد نفسه، ويعلم قد ايه ترك المعصية دي كانت صعبة بالنسبة له. فنفس الحاجة هنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي يعلم احنا كنا خايفين ازاي قبل ما نتحجب، او كنا خايفين ازاي قبل ما نسيب مثلا صحاب السوق، او كنا خايفين ازاي ان احنا نسيب شغلنا اللي هو فلوسه حرام. فهو ما فيش حد شايف جوه في ايه، بس ربنا سبحانه وتعالى بيراعي ده وبيتكلم عن ده كتير قوي. بعدين بقى في الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، بيقول لسيدنا موسى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كان بيعمل كل ده، بيهيئ لسيدنا موسى ان هو يبقى نبي في الاخر، ان هو يستعمله في الدين، يستخدمه في الدين. سبحان الله. الجزء بتاع ثم جئت على قدر يا موسى بيأثر فيا بشكل مش عادي. كل ده كان قدر مكتوب، مش صدفة. يعني كل حاجة صغيرة حلوة ووحشة حصلت لنا من ساعة ما اتولدنا وفي طفولتنا وصلتنا لان احنا نبقى النهاردة احنا كده. فكل حاجات دي حاجة حلوة، حاجة وحشة، حاجة احنا شايفينها مش مهمة، كلهم مهمين جدا. وربنا يعني بيدبر لنا كل يوم ايه اللي هيحصل بالظبط عشان نوصل لمرحلة ممكن لما نسمع آية نتأثر، او ممكن لما نشوف حاجة معينة نقرر هنعملها، او نبقى عندنا قدرة ان احنا ناخد خطوة مهما كانت حاسين ان احنا كبيرة، ان هي كبيرة او صعبة او كده. فالجزء بتاع ثم جئت على قدر دي اللي هو جه الوقت، جت اللحظة اللي هو سيدنا موسى مهيأ كفاية انه يبقى نبي دلوقتي. فحاجة بتأثر فيا بشكل مش عادي. سبحان الله. انتي قلتي دلوقتي مهيأ كفاية ان هو يبقى نبي. ساعات الواحد بيبقى عايز حاجة دلوقتي بس هو مش جاهز لده، وهو مش عارف ان هو مش جاهز لده، وبنكتشف بعدين ان انا ما كنتش جاهز عادي. بس في اللحظة ببقى انا عايزة حاجة قوي، يعني انا نفسي اعمل ده دلوقتي قوي، او نفسي يحصل لي ده دلوقتي قوي، بس انا يعني مش مهيئة كفاية فعلا ان انا ابقى في المكان ده دلوقتي. والفكرة ان بالرغم من كل ده برضو، حتى لما احنا بقى قاعدين مستنيين وعايزين حاجة، هو انا امتى اتخرج، هو انا امتى اتجوز، والانسان اصلا لسه مش مهيئ خالص لده، ماشي. وبعدها لما بيحصل الانسان برضو يحس انه مش مهيئ. يعني سيدنا موسى كل ده ومش عارف اصلا ان هو بيهيئ لحاجة، ولما جت حس ان هو لا، انا مش كفء لده. قال ربي اشرح لي صدري. قعد يدعي، قال ربي اشرح لي صدري واخاف الا ينطلق لساني. يعني هو الانسان محتاج بس يتوكل على ربنا. حاجة اتأخرت خير، حاجة جت خير. هي دايما الحاجة تيجي في الوقت بتاعها الصح، لأنه الإنسان بطبعه هو هيفضل عايز حاجة قوي، عايز حاجة قوي زي ما سارة بتقول. وبعدين كمان حتى ممكن لما الحاجة تيجي يخاف ويتوتر ويحس لا أنا مش قدها دلوقتي. لا، طالما جت دلوقتي يبقى هي ده الوقت بتاعها، ما جاتش دلوقتي يبقى ده مش الوقت بتاعها. فده بيبقى دايما الخير يعني اللي ربنا كاتبه. وبعدين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون، قال لسيدنا موسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يعني حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أمر إن هو يعني يتحرك بقى، اللي هو خلاص بقى ابدأ اسعى وابدأ يعني اذهب إلى فرعون إنها طغى، روحوا لفرعون، قال له: لا تنيا في ذكري، ما تنسونيش، أو اللي هو خليكوا دايما فاكريني معاكوا، اللي هو اذكروني. هو اصلا ربنا مثلا في سورة البقرة بيقول: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ان لما الشخص يبقى طول الوقت ذكر، عامة دي من الحاجات عايزين نتكلم فيها عشان هي فعلا بتسهل قوي في موضوع التوكل. الذكر اللي هو الصلاة والقرآن والأذكار، الحاجات دي كلها لو في حياة الإنسان بشكل دائم، الإنسان هيعرف إنه يبقى طول الوقت متذكر ربنا، فطول الوقت ربنا على ذهنه. إيه اللي بيخلينا نخاف؟ إن اللحظة اللي بنحس إن إحنا فيها لوحدنا تماما، اللحظات اللي إحنا نبقى ناسيين ربنا فيها، اللحظات دي بيبقى صعب جدا الإنسان يعدي بيها لوحده، لأن الإنسان في الآخر قدرته محدودة جدا. يعني إحنا فعلا أنتم الفقراء إلى الله، يعني إحنا فعلا ضعفة جدا. فلما الشخص يبقى يعني عارفين دايما نتكلم في فكرة معية الله، لما حد يحس إن ربنا معاه، فاذكروني أذكركم، يعني ربنا هيبقى معانا طول الوقت، ربنا هيذكرنا. ولا تانية في ذكري، ربنا بيقول لهم ما تقللوش في الذكر، طول الوقت تذكروا ربنا. فساعتها بقى هيبقوا هما طول الوقت مستمدين قوتهم من ربنا عز وجل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواحد هنا لما يجي يفكر بقى، طب سيدنا موسى وقتها هل الخوف ده راح مثلا، او هل هو خلاص اتحلت؟ لا، هو فعلا لسه خايف. ايه اللي حصل؟ بيقول سيدنا موسى وسيدنا هارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني سبحان الله، مش بس سيدنا موسى ولا خايف، حتى سيدنا هارون خايف. هي حاجة مرعبة فعلا. بس هما الاتنين
عادي اعترفوا ان هم خايفين ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، احنا خايفين ان هو يعمل فينا حاجه او ان يفرط علينا. فهي حاجه طبيعيه جدا ان هم يبقوا خايفين. وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم برضو قال لهم ايه؟ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. الايه دي محتاجين يعني نحطها في دماغنا 24 ساعه بجد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انني معكما اسمع وارى، انا معاكم، انا شايف وسامع وعارف واعلم. يعني ربنا عالم بالحاجات اللي جوانا، مش بس الحاجات اللي بتحصل لنا من بره. ربنا عليم وعالم باي احساس احنا بنحسه واي رد فعل احنا بنعمله حتى لو الناس مش واخده بالها منه يعني. فربنا بيطمنهم بيقول لهم لا تخافا انني معكم، انا معاكم. عارفين لما نيجي نفكر اللي هو انا لما حد يبقى مطمن بوجود شخص معاه، يعني انا مثلا لو ماشيه مع بابايا في الشارع غير لما ابقى ماشيه لوحدي، لو ماشيه مع صحابي مثلا كشله غير لما ابقى ماشيه لوحدي. فهي نفس الحاجه، احنا محتاجين نستشعر ان احنا عمرنا ما كنا لوحدنا او عمرنا ما هنبقى لوحدنا. هو ربنا سبحانه وتعالى دايما معانا مهما كانت المواقف اللي هنتحط فيها او الصعوبات اللي احنا بنعدي فيها. هي سبحان الله دايما احنا محتاجين لو استشعرنا لو استوعبنا فعلا ان احنا في معية الله، يعني كل حاجة هتبقى بسيطة وكل حاجة هتبقى يعني نظرتنا ليها وتقبلنا ليها مختلفة، علشان هنبقى فعلا عندنا حتة التوكل اللي احنا بنحاول نوصل لها، ان انا خلاص انا هسيبها على الله، انا طالما عملت اللي عليا الباقي على ربنا. فعلا الجملة دي عامة بابايا بيقولها لي من وانا صغيرة قوي، وعمري ما استوعبتها الا من قريب، ان انا طالما انا عملت اللي عليا، ممكن اللي عليا ده بالنسبة لي يبقى مش كفاية، او اللي عليا ده بالنسبة لي يبقى حاجة قليلة قوي او حاجة صغيرة قوي، بس خلاص انا ربنا طلب مني ان انا اسعى بالحلال وانا عملت كده. حصلت جت ما جتش ما حصلتش ايا كان الناتج بتاعه، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. ولو هي حاجة برضو مش على هوايا عادي، هو اللي بيحصل ده احنا زي ما احنا كنا لسه بنقول كل دي اقدار ربنا سبحانه وتعالى كتبها، واحنا ما نعرفش، ممكن مثلا ربنا منعنا عن الحاجة دي لسبب اكبر بكتير قوي قدام. هي كلها حاجة جوانا، حاجة في دماغنا كده، لو طريقة تفكير احنا بنغيرها. لما الواحد بيبدأ يتوكل على ربنا ويستوعب ان هو دايما معاه، ويستوعب ان اي حاجة بتحصل هي منه، واي حاجة احنا بنعملها هي ليه. سبحان الله الآية دي بحس ان يعني من اجمل الآيات في القرآن يعني. بعد ما سيدنا موسى اخذ الامر ده، هو سيدنا هارون فعلا يعني خلاص ربنا قال ان هو معانا، فاحنا هو فعلا ربنا معانا، فكرة اليقين. بعد ما راحوا فعلا واجهوا سيدنا فرعون فعلا واجهوا فرعون، وساعتها سيدنا موسى قعد يتكلم عن ربنا. قال فمن ربكما يا موسى، فقعد سيدنا موسى يشرح له اصلا مين ربنا. بعدها سيدنا موسى وراه الايات، ان العصا واليد اللي بتدخل في جيبه فتبقى بيضاء. بعدها فرعون قال اجئتنا لتخرجنا بسحرك يا موسى. فهو بقى فرعون توعد له ان احنا هنيجي بسحر احسن منه. هو فرعون بيتهمه ان ده سحر. سيدنا موسى عارف ومتيقن ان ايا كان اللي انا هتحط فيه ربنا يبقى معايا وهينصرني دايما. نصر ربنا هيجي كده دايما. وإنا لننصر رسولنا. فبعدها فعلا ده اللي حصل. فرعون جاب شوية سحرة جمال وسيدنا موسى. فهنا بقى لما كل السحرة فعلا يعني عملوا سحر بتاع ان كل حاجة بقت في تعابين في الأرض، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني هو يعني سيدنا موسى ترعب فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو في حاجة بس حلوة يعني في الموضوع ده ناخد بالنا منها، إن هو فعلا سيدنا موسى متوكل على ربنا، بس هو لما رموا العصيان والحبال بتاعتهم وشافها بتتحرك هو بجد فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو بجد من جواه قلق تاني، هو قلقان جدا، هو خايف ان الناس تشوفه فيتسحروا بده، ففعلا يصدقوا ان هو غلط. هو خايف ان هو يبان انه ما عملش اللي عليه، هو خايف انه في الاخر اللي طلع قدام الناس ان هم اللي صح وهو الغلط. فهو برضو الفيرز اللي جواه او المخاوف اللي جواه دي برضو طبيعيه وانسانيه، واحنا بنعدي بيها. يعني احنا نبقى خايفين ان احنا ما نقولش الكلام الصح، فيبان الشخص اللي مثلا بيقول حاجه غلط او بيقول حاجه غلط في الدين او كده مثلا، واحنا بنحاول نقولها، احنا بنحاول ندافع عن الدين، فنبان ان احنا اللي قصرنا او نبان احنا اللي طلعنا غلط. لا، فهو من جواه خايف من ده. بس برضو ربنا بيقول لنا قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
لو احنا خدنا بالنا اصلا الستوري لاين القصه ماشيه، سيدنا موسى بيقول انا خايف، ربنا بيقول ما تخافش، انا خايف ما تخافش. فهي القصه رايحه جايه كده، علشان يعني ده برضو بيعلمنا ان احنا مش من ان احنا عادي ان احنا نخاف تاني. فكره ان احنا لما نخاف تاني مش معناها ان انا مش مؤمنه بربنا او انا يقيني ضعف، بس انا وارد جدا. يعني ده كان نبي وهو كان فعلا اتحط في مواقف كتير قوي صعبه جدا، فهو لما كل مره كان بيخاف ربنا كان بيطمنه ما تخافش انا معاك، انني معكما اسمع وارى. بعدها ربنا هنا بيطمنه اكتر، بيقول له قلنا لا تخف انك انت الاعلى، بيطمنه يعني بياكد له انت المنصور. في حته برضو بتاثر فيا في الموقف ده، انه ساعات حتى دلوقتي، يعني عامه هو دلوقتي مش ساعات، ظاهريا بنحس ان احنا الاقليه، فاحنا اللي غلط، او احنا مثلا احنا اللي المفروض نخاف، واحنا اللي المفروض ناخد بالنا ومش عارفه ايه. بس نفس الموقف بالظبط. يعني سيدنا موسى هنا خاف لما لقى ان كل السحر حواليه رموا السحر وحصل ومش عارفه ايه. فنفس الحاجه دلوقتي ممكن يبان ان احنا الاقليه اللي الدنيا جايه علينا، والناس كلها بتعمل حاجه واحنا مختلفين. بس في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى بيطمن سيدنا موسى، بيقول له انك انت الاعلى. فهو نفس الحاجه، احنا يقينا لو احنا اللي بنعمل الصح يبقى احنا اللي في الاخر هنكسب. احنا عامه يعني اتكلمنا كتير قوي في فكره ان الدنيا دي ابتلاء، وان كل الحاجات بنعدي بيها دي ابتلاءات من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان في الاخر يعني هيبقى في تصفيات كده، هيبقى في الفاينل راوند، هيبقى في تصفيات، هم الاقليه هم اللي فعلا ربنا هيدخلهم الجنه. فالحته دي بتفكرني دايما بفكره انه لا، مهما حصل، مهما حسيت انه الناس مش عاجبها اللي انا بعمله، او مهما حسيت ان انا الخطوه اللي انا خدتها اتجاه ربنا دي الناس بتحكم عليا بيها، او اللي هو بتقول ده مش عارفه ساره بتعمل ايه، وساره فجاه اتحولت ومش عارفه ايه، بحس لا، ربنا هنا بيثبتنا، يعني في الموقف ده بيثبت سيدنا موسى. وبرده بنابلاي ذس، او بنسقط ده على الحياه بتاعتنا العاديه، اللي هو لا، ربنا بيقول لنا لا تخف انك انت الاعلى. بعدها جت النصرة اللي هي وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هو أصلا ده اللي كان. أنا بس عايز أقول حاجة، مش لازم نعمل حاجة عشان الحاجة دي تتحقق، ممكن حاجة تانية تحصل. عارفين زي برضو موقف إن الرسول لما راح للطائف عشان يدعوهم عشان يهاجروا من مكة للطائف، فساعتها هم ما امنوش بيه، وهو في الطريق كان بيقرأ قرآن آمن بيه جن، فهو كان رايح لهدف، حصل حاجة تانية. سيدنا موسى كان رايح عشان فرعون، بس في الاخر مش فرعون اللي اهتدى، في الاخر السحرة اصلا هم اللي اهتدوا. انا عايزة اقول ان احنا انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انت قصدك ان ساعات احنا بنبقى في مخنا حاجه معينه هي دي الخير وهي دي اللي احنا عايزينها، بس هي دي ما حصلتش، وحصل حاجه تانية خير برضو، او يمكن خير اكتر، هي اكيد خير اكتر عشان اصلا ده اللي ربنا كاتبه. فانه ساعات ربنا عز وجل في الاخر بيستخدمنا للحاجه اللي ربنا يعلم ان هي دي عارفين الالتيميت خير، احسن حاجه، اكتر حاجه فيها يعني خير لينا ان شاء الله. فزي ما هي قالت بالظبط، ده اللي انا كنت عايزه اقوله. فبس بعدها بقى السحرة امنوا، وبعدها السحرة وقفوا قدام فرعون، اللي هو احنا مش هنسمع كلامك تاني، احنا اصلا غلطانين ان احنا سمعنا كلامك وانت اللي غلط وبقى فرعون يهددهم، وبقى بيقول هو اللي علمكم السحر، وبقى ايه يعني، بقى فرعون يعني هيتجنن خلاص. ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اصلا ربنا بيطمنه قبل ايوه، يعني هو دلوقتي خلاص احنا بني اسرائيل لازم يطلعوا من مصر، ويعني احنا فرعون هيموتنا كلنا. فبعد ما فرعون هيموتنا كلنا، فدلوقتي احنا واقفين قدام البحر، او مش احنا، هم واقفين قدام البحر. وهنا بقى هم كلهم ضعف الايمان باين، أو قلة اليقين باينة، فقالوا إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، دي في سورة الشعراء. فطبعا سيدنا موسى بدل المرة كذا مرة اتعلم إن أنا عندي يقين بربنا، أنا مش لوحدي، أنا ربنا معايا. فإيه قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
هنا سيدنا موسى احنا بنشوف الجزء ده وبنحس ما طبيعي سيدنا موسى يقول كلا ان معي ربي يسهدين. لا طبعا، هو سيدنا موسى بدل المرة كذا مرة كان خايف، وهو خلاص من كتر ما ربنا بقى بيطمنه اتزرع في قلبه اليقين ده. فربنا بيسرد لنا القصة دي عشان احنا برضو مش من موقف او 2 أو 3، لا احنا بعد كذا موقف هنيجي عند حاجة معينة وهنقول لا انا معايا ربنا، انا كده كده عارفة ان انا زي ما سارة كانت بتقول ان انا لما اسيب الشغل انا عارفة ان انا ربنا هيدبر لي شغل تاني. او مثلا انا قررت ان انا اسيب العلاقة المحرمة دي، انا عارفة ان انا ربنا هيفتح لي سكة تانية فيها يعني علاقة حلال. او مثلا لو انا بطلت حاجة معينة، بطلت سجاير، بطلت اي حاجة هسيبها لوجه الله، انا عارفة ان انا ربنا هيعوضني، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهنا سيدنا موسى ترك خوفه، ربنا عوضه باليقين وبالتوكل. عامة انا لاحظت دلوقتي انه هو فعلا هي عارفين عضلة بنمرنها. يعني اي حد دلوقتي مثلا بيسمع الحلقة دي وحاسس ان هو انا الكلام ده سهل، احنا ممكن نقول اي كلام، بس هو صعب، هو الموضوع محتاج جهاد. ربنا بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ربنا هيبتلينا بالخوف ده، هو هيبتلينا بالجوع ونقص في اموال والثمرات، ده عادي. فالانسان محتاج يمرن العضله بتاعته ويستشعر الحاجات دي ويفكر نفسه بيها. في حاله سيدنا موسى هو كان كليم الله، بيكلم ربنا، الوحي بينزل عليه. طب احنا ربنا هيكلمنا ازاي؟ من خلال القران. فان الشخص يبقى عنده علاقه مع القران قويه جدا ويكون ايه قرآن ترد عليه فان الشخص يبقى عنده علاقه قويه مع القران وبيقرا القران. اصل ده ربنا بيكلمنا من خلال القران، فربنا ما احنا بنتكلم بقى ربنا من خلال ده. فهو في الاخر ربنا بيكلمنا من القران، فبنفهم وبنعرف ربنا يريد ان هو يوحي لنا بايه، يريد ان هو يعلمنا ايه، وبعد كده احنا بندعي ربنا وبنناجي ربنا وبنصلي عشان نكلم ربنا. فدي تبقى العلاقه. فاحنا عايزين الحاجه اللي هتساعد الانسان هو يعرف يتوكل صح ويتحكم في الخوف اللي جواه ده ويعرف يتخطاه، لان دي من الحاجات، عارفين ربنا بيزرع جوانا حاجات وشهوات وكده ويطلب مننا احنا نتخطاها، منها الخوف. ربنا بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف، فهيبتلينا بالخوف ده. احنا بقى مطالبين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هم دايما مدركين ان هم هيرجعوا لربنا، فطول الوقت وهم متذكرين ده، طول الوقت هم مدركين هم هيرجعوا لربنا، عارفين ان الخوف ده حاجه بسيطه وان الابتلاء ده حاجه بسيطه وهتعدي. في الاخر هيبقوا عارفين، هيبقوا مطمئنين اكتر هم بيعدوا باي ابتلاء. يعني ممكن اقول على حاجه؟ سبحان الله، في نفس الصورة دي بعد ما ربنا حكى لنا قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل ومع فرعون، ربنا بيقول لنا حاجة مهمة جدا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا لو فاكرين في أول السورة خالص، ربنا كان نصح سيدنا موسى وهارون بحاجة مهمة جدا، قال لهم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني ما تأثروش في ذكري. في الآية اللي هي بتاعت فاذكروني أذكركم، فكرة إن احنا هو ربنا على طول معانا بس احنا اللي بنغفل. فاحنا لما احنا بنذكر ربنا تلقائيا احنا بنبقى مستحضرين او مستشعرين وجود ربنا فعلا، فساعتها السكون هيجي وساعتها الهدى هيجي وساعتها الاطمئنان ده هيجي. عشان كده سيدنا موسى عرف ان هو يواجه فرعون عشان الذكر. احنا ممكن نستصغر قوي فكرة الذكر، حتى مش قصدي كصلاة او قرآن وكده، انا قصدي حتى الذكر اللي هو التسبيح او التكبير او الحوقله. الحاجات دي بجد مهمه جدا، وبجد هي من الحاجات اليسيره قوي قوي بس اثرها كبير جدا على القلب. فانا حاسه ان لو مثلا لو انا هقول لكم مثلا على نصيحه بجد تعملوها، اول حاجه خالص يعني بعد ما تخلصوا البودكاست او الابسود الحلقه، يعني اسمعوا سوره طه، اسمعوها انتوا وحاولوا انتوا كمان تطلعوا منها الحاجات اللي انتوا مستشعرينها، بجد هتفرق معاكم جدا. وفي نفس الوقت حاولوا خلال الاسبوع ان انتوا يبقى عندكم ورد ذكر، انه في اليوم مثلا انا هقول لا اله الا الله مثلا 100 مره ولا حاجه. بجد هي حاجه يسيره جدا جدا. والحاجه دي زي ما خلت سيدنا موسى يعرف يواجه اكبر طاغيه، اكيد طبعا ما فيش حاجه في وقتنا ده زي فرعون. يعني احنا اي حاجه
بالنسبه لنا يعني بالنسبه لسيدنا موسى هتبقى تافهه جدا دلوقتي يعني. فالحاجه دي هتبقى سهله جدا ان احنا نعرف نتخطاها طول ما احنا عندنا علاقه قويه جدا جدا مع ربنا. فربنا حتى بيقول في الاخر ومن اعرض عن ذكري، اللي هو اللي مش هيبقى عايز يسمع فان له معيشه ضنكا، هو فعلا حياته هتبقى سودة وهباب. فبس فيعني بصراحه انا حاسه ان احنا المفروض بقى في السيريز دي بتاعه الصور ان احنا هنحاول يعني بعد اخر كل حلقه ان احنا نديكوا الحاجه اللي انتوا تعملوها انتوا كهوم ورك يعني. ممكن ازود بس واجب عملي تاني، هما بيسموه واجب عملي صح؟ انا بحس اللي بيفرق معايا قوي في موضوع التوكل ده هو ان انا اسمع قصص الانبياء، قصص الصحابه، السيره، اي حاجه بتوريني الصوره كامله، اللي هو يعني شخص يعني بشر عدى بابتلاء معين وبعدين شفت النتيجه بتاعته. بحس ان ده بيخليني استوعب اكتر انه ايه ده، لا انا في حاجات ما اعرفهاش، انا في حاجات انا عمري ما كنت اتخيل انها ممكن تطلع كده في الاخر. القصص دي شويه بتثبتني على فكره انه ان انا فعلا في معيه ربنا، وان انا بتوكل عليه، وان انا سايبه له امري كله، علشان كل واحد ما يعرفش قصته. يعني احنا اعتبروا نفسكم سيدنا موسى كده، واحنا ما نعرفش قصتنا من واحنا صغيرين. احنا الله اعلم اصلا ربنا يعني دبر لنا حياتنا ازاي من واحنا اطفال يعني، ومش عارفين هتخلص على ايه ولا ازاي ولا بانهي طريقه بانهي شكل. فاسمعوا قصص كتير قوي، قصص الانبياء، وحاولوا يعني تطلعوا الفوائد منها، وسير الصحابه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم. كل القصص دي زي ما قصه سيدة موسى كده دلوقتي اتكلمنا عنها بتساعد قوي ان الواحد يستوعب فكره التوكل ويستشعرها، ويستشعر يعني ايه ربنا يكون مع حد، ويعني ايه ربنا يدبر امره، يعني ايه ان حد يبقى يعني دايما فاكر ربنا في كل قرار هو بياخده في حياته. انا عايزه اختم بان احنا نقول حاجه صغيره عن الايتين معينين، يعني هما متشابهين شويه وفي منهم كتير، هما بيخلصوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سوره البقره ربنا بيقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن تاني الحاجه اللي بتجيب اكتئاب اللي هو الخوف الكتير. فهل ده معناه مش هيحصل لهم حاجات وحشه؟ لا، هم هيحصل لهم، لان في الاخر الدنيا كلها عباره عن ابتلاءات، بس هم هيبقوا عارفين يتعاملوا مع الابتلاءات دي كلها. اي حاجه تحصل لهم هيبقوا عارفين يتعاملوا معاهم، هيبقوا مدركين هو ليه الابتلاء ده، هم اصلا اتخلقنا ليه وكده. وفي سوره طه برضو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ودي الحاجات اللي بتخلينا اصلا عندنا خوف. احنا بنخاف نبقى بناخد القرار غلط او رايحين في طريق غلط، فخايفين نضل. مش بس لو نضل عن الصراط المستقيم، لا احنا خايفين نضل في حياتنا نعمل حاجه غلط. ولا يشقى، خايفين نتعب، خايفين نعمل حاجه هتاذينا. فربنا بيقول لنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. بس الناحيه التانية ومن اعرض عن ذكري، يعني الشخص الاولاني بيتبع الهدى، بيتبع القران، بيتبع الذكر، بيتبع الصلاه، بيركز فيهم، بيديهم حقهم فعلا، فده مش هيضل ومش هيشقى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عشان مش هيضل ومش هيشقى. ولو عملش كده زي ما منا كانت بتقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ده اللي هيتعب بجد. هو هيتعب علشان هو صعب على نفسه حياته اصلا. ونحشره يوم القيامه اعمى، غير ان هو يبقى ليه عقاب في الدنيا، هو يبقى ليه عقاب في الاخره، عشان هو يعني غلط في الامتحان. القرار الصح والحاجه اللي هتثبت الشخص فعلا هو بيتبع الذكر ومش بيعرض عن ذكر ربنا، وبيتبع الوحي بتاع ربنا وبيجيب منه الاجابات كلها. وزي ما ساره قالت بيشوف امثله، سيره الرسول، قصص الانبياء، ربنا بيحكيها لنا ليه؟ يعني ليه ربنا بيحكي لنا في القران قصص كتير كده؟ عشان نتعلم فعلا منهم ونشوف هم ازاي اتبعوا الهدى وحصل ايه بعد كده. بس وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.